ما تنفعش مع عيال. انا طبعا اهم حاجه وديت واحده الحضانه وواحده المدرسه. اول ما مشوا احنا بقى قلنا نخلص المشوار بتاعنا بدري قبل ما هم يرجعوا. كل حد فيهم طبعا بياخد اللانش بوكس بتاعه، انا كمان جبت اللانش بوكس بتاعي. اسهل حاجه عند ابو جنى ان هو لما يطلع بره ياكل اكل من بره. فاحنا بقى مقضينا اليومين دول فلس، يعني عايزه اجيب بقى مشاية حلوه، عايزه اجيب حاجات، فماسكه على نفسي شويه فلسه مش عايزه اشتري اكل من بره. فعملت ايه بقى؟ خليته بيدور العربيه ورحت عامله سندوتشات بسرعه قوي بحيث ان هو ايه لو قال لي جعان ما فطرتش اي حاجه اتاخرنا بره اللي هو ايه ما نشتريش حاجه. الموبايل عمال يتهز ما نشتريش. فقلت ايه بقى؟ قلت لها سندوتشات على ما نرجع نعمل الغدا. وش يا وجهه. بصوا نعمل اتفاق مع ابو جنى. ابو جنى المفروض يدفع لي بقى ايه قرشين، يعني يدفع لي قرشين كده عشان انا اطلعه على القناه هيتشير بقى، والناس بعد كده تقول فين ابو جنى فين ابو جنى. فين الواجهه؟ الواجهه بتاعت القناه. فين الواجهه؟ الناس بعد كده تقول لي فين الواجهه. طب بعد كده بعد اذنكم اللي عايز يسال على ابو جنى يقول ايه؟ فين الواجهه؟ نطلع بقى السندوتشات وناكل نفطر سوا، وبعد كده ايه نروح واحنا كده رايحين اصلا في الطريق يعني. هو عمال يقول لي انا اعرف محلات كويسه هوديكي ومش عارف ايه، والناس بتقص بالظبط يعني. فهنشوف يا رب نلاقي حاجه كويسه ويقطعوا لنا فعلا المقاس. يلا بقى ايه نفطر. خش يا وجهه كده. سندوتشات تا 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 تا. سندوتشات جبنه. الناس تعمل فراخ همبرجر ستريبس سندوتشات بانيه. العيال بياخدوا المدرسه الحمد لله طبعا، بس العيال بياخدوا المدرسه اليومين دول سندوتشات والله غريبه الشكل يعني. العيال بياخدوا عندنا بانيه وستريبس وحاجات واحنا بناكل جبنه. الحمد لله يا قلبي. الحمد لله طبعا. خير يا سمسم خير. ده خيار. خير يا باشا. بقى ما حدش يقول الخيار ده كبير، انا بنقي خيار صغير وكل حاجه، بس انا اسناني بعافيه حبتين. فبعمل ايه؟ بجيب الخيار الكبير ده وبقشره وباكل اللي جواه. تمام يعني مش هحرمك من حاجه. قلنا نص الخيار. صباح الخير يا مصر. فطاري ولا فطار المطاعم؟ فطار مصر. مصر هي اللي بتفطر كده دلوقتي. يا مصر والله نعمه، لو لقيناها دلوقتي في الزمن ده فعلا نعمه. في مصر صباح الخير. معانا في الفطار ولا معانا في الجبنه؟ معانا في ايه؟ افطر عند امك. يعني يوم ما تفطري الفطار ده؟ يعني المشكله انت لو رحت بقى تروق عليك بقى جميع انواع الاكل والدنيا حلوه. كل ما يجوا من عند امي عامله لي، امي عامله لي، امي مسويه لي. لو عملت حاجه زي اللي امي عاملاها، امي بقى كانت عاملاها بالطريقه الفلانيه قلب الام ده اهم حاجه يا حبيبتي. واكل امي عشان كده اما اروح افطر عندهم. قلب الام ثم قلب الام ثم قلب الام. دي امبارح عامله غدا ايه وانتوا لسه مش عامله؟ ايوه انا رايحه اتغدى عند امي. والله العظيم كل ما يزهق ياخد غدا ويروح عند امي. في المطبات اهم حلو يعني. هو حد كان قال لك ان انا ماشي في مصر؟ هو حد قال لك انا كنت ماشي في مصر الجديده في التجمع ماشي في الرحاب مدينتي؟ قريه غلبانه فقيره حزينه. حرام عليك كده احنا بلد احنا في افضل محافظه. محافظه الريس. عايز اعمل لكم جيت ويز مي عشان تشوفوا الاوتفيت بتاعي. ان شاء الله بتشوفوا واحنا بنصور في المحل. بس طبيعي ان الخيار ده بيتعمل معاه طماطم يعني. لا احنا خارجين احنا هنعمل سلطه، خارجين بناكل حاجه على السريع يعني، بس عشان اصبرك عشان ما تدخلش تقولي اشتري من المحل الفلاني ولا اجيب اكل بقفشك. احنا مفلسين. بصوا بقى يا جماعه اللي بيخليني اعمل كده ايه؟ انا ايه اللي انا استفاده؟ ده بتخليه يجيب لي الاكل من بره.
لو انا مثلا هيجيب 200 300 جنيه اكل وانا هوفرهم باخدهم. انا مستفاده لسبب لو هو ما جابش انا اللي باخد الفلوس، فعشان كده بحاول ان على قد ما اقدر ان هو ما يجيبش يعني. طبعا مش كل مره بضحك عليه بالجبنه، بعمل كتير، بس انا المره دي افتكرته وهو بيدور على العربيه فقلت الحق نفسي. لا نقل الاكل هنحط له بنزين. لا ما تدفعش عليا، ما تشتغلنيش كل شويه ازود الفرده احط بنزين اعمل مش عارف ايه. العداد طول عمره على اليمين، الكل معايا بحس ان هو بيجي على الشمال لوحده. اهو بصي اهو تأثيري سحر جمالي يخرب بيت جمالي. والله يا جماعه صدق بيخلص. انا هتوقف بقى فول عندنا بيفطر. ما هو كده عشان مش عارف. خلصنا اكل بقى نوصل. قول لهم حطوا اللايك كده بقى، انت بما انك واجهه القناه بقى وفرد من افراد العيله. حطوا اللايك وانا باكل جبنه. استنوا حطوا اللايك وانا باكل لحمه. نعمل لكم فراخ بقى ولا حطوا اللايك مع اللحمه ولا مخصوص اعملهم له مخصوص اليوم. حطوا اللايك. يلا نكمل بقى الفيديو واحنا في المحل بنشتري ايه كده. وصلنا هنا المحل، وهنا كان ابو جنى بقى قال له ان احنا عايزين مشايه مقاسها قد ايه. ابتدى يحضرها لنا ورانا اللونين اللي كانوا متاحين. في مقاس منهم 140 ومقاس منهم 150، وهي اصلا الطرق 145 فهتبقى في فرق فيها 5 سم تقريبا. برضو فعلا جت صغيره. فرد لنا بعد كده السجاد على الارض عشان يورينا اللونين انهم احلى يعني. هو كان عايز يودينا اللي هي الاخضر اللي فيها اخضر دي، فانا خدت اللي فيها بينك لان حسيتها ايه اغمق شويه. لان التانية بصوا هي مفروده، التانية فيها مربعات فيها ابيض كتير. والطرقه دي احنا رايحين جايين عليها فخفت ان هي تتوسخ الصراحه. فقلت لا انا اخد اللي هي البينك دي تكون احلى يعني. هنا بقى ابتدى ان هو يقص لنا المقاس بتاعها. هي مفيش مشكله في الطول، هي بس الفكره كانت في العرض مش في الطول. بس انا بصراحه قلت ان فكره السجاده هتبقى ادفى في الشتاء وارحم شويه، ومش هيتبهدل ولا يبوظ. الاحسن من انا كنت حاطه قياس، فالقياس السمر بتاعه او الحته البلاستيك بتاعته بقت تتفتت وتوسخ المكان. فلو جبت برضو قياس جديد مع الوقت هيبوظ، انما السجاد مش هيعمل حركه زي دي. هو كل ما يتوسخ بس هيحتاج يتغسل، وبيدفي برضو المكان في الشتاء الصراحه يعني. هنا بقى كل شويه ابو جنى يقول له انت مزود علينا 200 جنيه، انت عاملنا خدمه ومزود 200 جنيه. هنا بقى لما صاحب المكان لقاني بصور وكده من بره فقال لي لا افتحي الباب وادخلي جوه صوري وكده. صراحه فتحت المكان جوه اتوهمت من كميه السجاد. بقيت عماله اقول ايه ده انا ليه ما دخلتش جوه الاول. انا اصلا اول ما وصلنا المحل ابو جنى نزل الاول من العربيه راح سالهم، قال لي هروح اسال الاول اذا كان فيه ولا لا. فما اعرفش قال لهم ايه بقى، تقريبا قال لهم ان هو عايز مشاه للطرقه، ما قالش مثلا سجاد، ما قالش كده. فهم بقى ما دخلوش جوه، هم اختاروا بقى ايه من بره المشاه اللي تنفع نفس المقاس اللي هو قال عليه. ورونا اللونين اللي كانوا مفروشين على الارض، بس انا لقيت ان اللون المناسب اللي انا اخدته لانه اغمق شويه الصراحه وهينضف معايا بسهوله. اللون التاني كان فيه مربعات كتير بيضه وكان هيبهدلني قوي في الغسيل وهيتوسخ بسرعه. وهو حتى قال لي كمان ان اللي انا خدتها هي يعني هتنضف اسرع من التانيه، لان التانيه في التنظيف صعبه شويه انما دي في اسهل في التنظيف. لان التانيه مع الوقت الفرو بتاعها بيبط وبيلزق كده وفي التنظيف مش سهل. تمام. فدخلت بقى شفت كل الكميه دي، لقيت مقاسات كتير قوي وحاجات مختلفه وكده. فبقول له طب ما في اهوت مقاسات كتير وبتاع، كنا خدنا مقاس من غير ما نقص. قال لي لا ده سجاد. فقال لي في باب تاني برضو افتحي وادخلي، وانا بصور بره. فتحت برضو ودخلت. يعني ده كل ده سجاد. دخلت بقى الناحيه التانيه برضو بقول له قال لا طب ما يعني انا بقى قلت يمكن هو ابو جنى قال له مثلا عايز مشاه مش عايز سجاد، ده استياء. ولكن كده الراجل كده موقف معانا ومزود 200 جنيه. موقف معانا. امال كنت موقف معانا كان عمل ايه؟
شايفين ابو جنى عمال بقى يتريق على الراجل، انت يعني موجب معانا ومزود علينا، ده هي اصلا كده غاليه. انا الصراحه لما قال لي المتر ب 200 جنيه وحسبها بقى لقاها عامله 840، ورجع قال لي لا في كمان 50 جنيه سرفاله. فعملت بقى ايه اللي هو شغل الامهات المصريين اللي هم بيقعدوا يفاصلوا دول. فاخر ما زهقت معاهم ما كانش راضي ينزل ولا جنيه، قلت له لا يلا ابو جنى، هو بيقول لنا روح اساله، هنروح احنا نلف لفه كده ونسال في محلات تانية وكده ونبقى نيجي. فالراجل بقى قلق شويه كده، قال لك ايه شكلهم كده مش هيشتروا، او هيروحوا بقى ايه يجيبهم من محل تاني او كده. فظبط لنا السعر الصراحه، وقفوا لنا على 800، فهي حلوه. خش شوف الباب وراك عشان تروح. يا عم هو ما فيش سجاده، هو ليه سجاده؟ سجاد ومشات ودواسات، ولو واحد كان دخل هنا الاول الله يسامحكم. ما هو ده ما فيهوش متر ونص. مشكله في المقاس. وجب معانا ومزود 200 جنيه. ما سيدي ما تجيش. اجي كده موجب معانا ومزود 200 جنيه. دي اللي بره التفريق. انت موجب معانا اهو. صح. يا عم انت انت والله. اطلع عشان يطمن قلبك. يلا بس فلوسك بقى. يلا كده بقى فرشتها. صراحة اتفاجئت بيها ان هي صغيرة، تقريبا حوالي 10 سنتي، بس مش مشكلة يعني من العرض. عادي مش مشكلة. بقى المتر قال لنا المتر ب 200 جنيه. هي 2 متر 40 في 3 متر، فكانت واقفة عليا ب 340 و50 جنيه سرفلة، لان احنا قصينا، بس احنا وقفناها معاها بعد الفصال بقى طبعا على 800. مش عارفة هي كده غالية ولا ايه، بيقولوا لي بقى متنسوش اللايك. كده 10 سم جت بالملي لو انت حاسبه صح. قلت لي بتاع مش حاسبينها 145، بس هو قال لي هيبقى في فرق 5 سم بس هنا، بس حاسه دول اكبر كتير من 5 سم. انا قلت يبقى 2 سم هنا و2 سم هنا، مش باينين، هيبقى فرق بسيط. حتى سبحان الله احنا قايلين ان هي 3 متر من اول الحيطه من هنا اهوت لحد الحيطه هناك 3 متر. ما اعرفش جاي اقل من 3 متر ولا ما اعرفش، واكل في الطار. مش عايزه 3 متر عشان خاطر حط مشيه قدام. لا هي 3 متر بالظبط. ايوه متر اسالك. ما علينا، هي حلوه وغامقه، وقال لك هتنضف بسهوله. ساعه ثانيه. احسب عنده كده. احسب كام بلاطه؟ 1 2 3 4 5 في 6 ب30، 3 متر بالظبط. ازاي 5 في 6 ب30؟ 50 متر. اوعى كده. 2. ايوه هي 6 بلاطات اهي، 5 بلاطات في 60 سم. 5 في 6 ب30، 3 متر. بس احنا كنا عايزين لحد هنا بالظبط. يمكن عشان انت قلت لي 3 متر وشويه، فانا قلت لها خليها 3 متر بس عشان انا احط مشايه هناك عند باب الاوضه. انت قلت كده. انا فاكر كده كويس. خلاص مش هيجري حاجه، عادي مش فارقه. هي المهم حاجه نظيفه وحلوه وشكلها حلو، وفي نفس الوقت تتغسل بسهوله، وما جاتش بقى على الكام سنتي دول. انا بس كل خوفي ان مثلا لو في اي حاجه محطوطه على الرخامه بتقع من هنا بتنزل على الارض، ما تبقاش بس في فرق. بس عادي ده كده برضو سهل، كان ساعه ما كانت بتنزل تحت اي حرف اي حاجه تانية وبضطر اشيل واكنس.
كده ممكن تبقى تحتها يعني يبقى سهله تنظيفها كمان. اهم حاجه لو عجبك الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. مع السلامه، باي باي.